ليه الواحد ممكن يقول على نفسه انه ابن حرام، وان جدته الفلاحه المحترمه الشريفه رؤوف في اساسها، وان هو مخلط ومهجن وكده؟ ايه ده يا حورس؟ هو في حد ممكن يقول على نفسه كده؟ ويقول على بلده كلها كمان لاجل ان هو يثبت حاجه معينه، وده ناتج عن الدونيه والجهل. فمن ناحيه الدونيه، فمحمد النادي دايما كان بيحاول بطرق غبيه وساذجه شويتين ان هو يقلل من المصريين اللي بيعملوا عنده كومنتات. تلاقيه بص في السقف كده وقعد يستهجى الحروف، واول مره يشوف الكومنت اللي هو شافه ده، ايه ده؟ ايه كميه الغباء اللي طفح عليا ده وبتاع، ويقعد يمثل. او لما بتتجاب سيره مصر بيضحك الضحكه الصفراء بتاعته دي، ويقعد بقى ايه، يغز فيها ويقلل منها. ولان هو في امريكا وبيطلع لسانه في الحروف فيقول مثقف ويقول كذلك، فالناس فكرته ان هو عنده علم بكل شيء وبتعتمد اي كلمه هو بيطلعها. فعشان كده احنا هناخد نقطه نقطه من اللي هو اتكلم عليهم، ونثبت ان محمد النادي راجل فلاح، راجل محترم جدا، مش ابن حرام ولا حاجه، سته ست فلاحه شريفه محترمه. كتاب وصف مصر شرح ازاي التغيير ده حصل بتاع الجينات. اوكي، بيستدل باضعف كتاب ممكن يتكلم في النقطه دي بالذات، هو كتاب وصف مصر. الكتاب ده كتبه مستشرقين فرنسويين نزلوا مصر ايام الحمله الفرنسيه، فلقوا ان في تغيرات شكليه بين سكان الدلتا وبين سكان الصعيد، وان في تنوع ثقافي كبير جدا بين سكان الدلتا وبين سكان الصعيد. فهم كانوا عمرهم ما شافوا في مكان راحوه شعب عنده تنوع ثقافي وتنوع في الملامح وفي الشكل كده. فقال لك بما ان اذا سكان الدلتا دول قاعدين ناحيه البحر، فالناس دول نتاج احتلالات، والصعيد علشان بعاد شويه فدول حافظوا على جيناتهم وحافظوا على عرقهم وكده. ده اللي مكتوب في كتاب وصف مصر يا جدعان، ده اللي بيستدل بيه محمد النادي، كلام بدون اي ادله، هو استنتاج واضح من مستشرقين فرنسويين عايزين يثبتوا ان احنا بصوا احنا الناس الاعراق النقيه ودول الناس المهجنه. مع العلم لما الدنيا اتطورت ولما حصل تحليل جينيه عرفنا مين فعلا اللي حافظ على عرقه ومين اللي كان مهجن. فتخيلوا بيستدل بكتاب لمستشرقين فرنسويين محتلين جايين مصر بيقولوا كده على المصريين بدون اي ادله اصلا هم استخدموها. واحنا عندنا التحاليل الجينيه اللي اتهرت من اول اسكندريه للمنصوره لكفر الشيخ لغايه اسوان تحت، بان المصريين دول كلهم اصحاب عرق واحد، وان هم عندهم تطابق جيني بنسبه كبيره جدا جدا. بس خلاص مش هنتكلم في الموضوع ده تاني لان هي اتهرت كلام، خلاص لساننا دلدل. كان بيجي جنود مع الحملات بتاعت الاحتلال، بيبقوا قاعدين، واحنا الاحتلال عندنا ما شاء الله كان بيقعد شويه حلوين يعني، فبيبقوا عايزين يعيشوا حياتهم ويتجوزوا وكده، فكانوا بيخلفوا طبعا اطفال متغير الجين بتاعهم مش خالص. لو افترضنا يعني هو كان مصري 100%، ما بقاش مصري، بقى مختلط سواء بجين اوروبي او انجليزي ايا كان يعني. ان اللي كانوا بيجوا تبع الجيش كان في منهم كتير مش عايز اصلا يخش في الحروب او الصراعات والكلام ده، فكان بيهرب في القرى الريفيه البعيده، اوكي، ويتجوز ويقعد هناك. محمد النادي الفلاح اللي من المنصوره ما يعرفش ان الفلاحين الدلتاويه دول اكتر ناس عنصريه في العالم. من رابع المستحيلات ان فلاح يجوز بنته المحتل، مستحيل مستحيل. ولو حد كان فكر يعمل كده كان اهل البلد مسكوه رموه في الترعه. فلاح مين اللي يجوز بنته المحتل؟ وليكن مثلا الراجل اللي جه ده وقال انا عايز اتجوز من بنتكم بالحلال اهو، راجل صليبي، الراجل ده راجل محتل وعايز يسرق ارضك وعايز يمحو دينك. على فكره يا جدعان للعلم الصليبيين في العصور الوسطى، الحملات الصليبيه سواء كان فرنساوي او انجليزي، الراجل ده كان بيعادي الاسلام ويعادي المسيحي المصري الارثوذكسي. تخيلوا هو بيعادي المصري بشكل عام لمجرد بس ان المصريين مختلفين عنه في العقيده، فهو كان ضد المسلم والمسيحي المصري. ما ممكن وهو بيسمع من الشيخ كده قران قلبه يرق ويحن ويخش الاسلام؟ والله لو قال على نفسه انا المهدي المنتظر برضه الفلاح مش هيجوزه بنته. الصليبي اللي جاي من اوروبا ده عمره ما يخش الاسلام بتاعكم. وبرضه بفكركم ان الكلام اللي قاله ده ملوش اي دليل، مش مذكور في اي حاجه. مفيش حادثه حصلت ان الفلاحين جوزوا بناتهم لمحتل، مستحيل مستحيل، مفيش الكلام ده، ولا بادله مذكوره في كتب ولا بقعده المصاطب اللي انا عمال بقولها لكم دي. فاحنا كان عندنا 3 محاور بيتم عليهم موضوع تغيير الجينات ده علشان يبقى البشره بيضه شويه، او يبقى الملامح سميها حلوين او زي ما تسموهم. محمد النادي بيقول ان المصريين كانوا غامقين، المصريين كانوا وحشين، فجاء الاستعمار والاحتلال فتح لونهم، جه خلاهم بدل ما هم وحشين حلاهم. المصريين الاقباط الفلاحين والصعايده من اجمل الاعراق اللي موجوده على كوكب الارض ده، والله ما بفخمها ولا علشان مثلا انا مصري ولا كده، لا خالص، اعتبروني شخص محايد تماما. تنوع المصري المناخي ما بين الدلتا وما بين الصعيد عمل لنا تنوع جيني مش اختلاط عرقي.
يعني تلاقي البنت الفلاحه الدلتاويه البيضه ام عيون زرق الشقره هي من نفس جد البنت السعوديه السمراء اللي عيونها عسلي وشعرها اسمر. هما الاتنين نفس العرقيه، هما الاتنين اقباط. واللي بيثبت كلامي ده التحاليل الجينيه برضه. وبعيدا عن التحاليل الجينيه لا سمح الله للناس يعني اللي بيحبوا قعدات المصاطب، اللي بيثبت ده جدودنا، اللي بيثبت ده اثارنا، المصريين اللي مرسومين على الجداريات، التماثيل اللي موجوده لاجدادنا، المومياوات اللي متحنطه ومحفوظه لغايه دلوقتي. هي دي الامه اللي لغايه دلوقتي متورثه، ودول اجدادنا واحنا احفادهم، بنفس الجمال، بنفس الالوان، بنفس الجينات والطباع، بنفس الثقافه. عرفتوا بقى ان الاشكال اللي زي محمد النادي المثقفه طلعوا فلاحين عاديين، ومن الارض ده غصب عنك انت مصري. هنعمل ايه؟ ادرك انك مصري، وادرك انك ستك دي ست محترمه شريفه، وان جدك كان راجل كويس ومظبوط. غصب عنك هنعمل ايه؟ في ناس كده ما بتحبش ان هي تبقى طبيعيه، في ناس بتحب ان هي تبقى لازم اساسها كده. مش عارف هنعمل ايه بقى. ادي الله ودي حكمته. وكان معكم حورس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.